توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لفيلم اسكندرية كمان وكمان للمخرج الراحل يوسف شاهين، الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة. منهم الفنان حسين فهمي وزوجته، وأيضا الفنانة يسرى والفنانة إلهام شاهين، ومجموعة كبيرة أخرى من النجوم. وظهرت الفنانة يسرى برفقة النجم حسين فهمي على السجادة الحمراء بإطلالة رائعة. وبيحتفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بشكل استثنائي بمئوية أحد أكثر المخرجين العرب تأثيرا في تاريخ السينما، وهو يوسف شاهين. وفي أجواء فنية راقية عبر الفنان حسين فهمي عن سعادته الكبيرة بمعرض وتكريم الفنانة يسرى خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن فكرة إقامة معرض خاص لها ضمن المهرجان تعد لفتة مميزة لتكريم رموز الفن والاحتفال بتاريخهم. وقال يسرى بتستحق الكثير. كما قال النجم حسين فهمي في تصريحاته: الليلة جميلة جدا ومتميزة، وسعيد للغاية بهذا التكريم الرائع، والفكرة لطيفة جدا لأنها تسعد أي فنان وتشجعه للاستمرار والعطاء. كما تحدث أيضا عن المخرج الراحل يوسف شاهين ومعرض باب الحديد الخاص به ضمن فعاليات الجونة. وقال النجم حسين فهمي عن المخرج يوسف شاهين: أستاذي وصديقي وأخويا، اشتغلنا مع بعض كتير وكتبت معاه سيناريو فيلم الاختيار، ودي كانت تجربة مهمة جدا في حياتي الفنية. ومن ناحية أخرى شهد المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي تصريحات مهمة من الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، الذي أكد أن المهرجان لا يعاني من أي أزمات مادية.